السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله هنقدم مع بعض الحلبة المعقودة او المفتقة بطريقتي، سهلة وبسيطة وطعمها روعة والريحة كمان بتجيب اخر الدنيا. بس قبل ما ابتدي الفيديو اوعوا تنسوا تحطوا اللايك، ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. تعالوا مع بعض نشوفوا مقدارنا ايه. انا جايبة مقدار الكيلو عشان لو عايزة تضاعفي الكمية تبقى بكل سهولة عليكي يعني. معايا دلوقتي كيلو عسل اسود خام تكون جايباه من عطار موثوق منه، ومعايا كوباية سمسم، كوباية سوداني، ودي نص معلقة من حبة البركة مطحونة، تقدري تجيبيها من عند العطار او تطحنيها في البيت. ودي معلقتين كبار حلبة مطحونة، حلبة مرة مطحونة بردك جايباها من عند العطار. دي بقى انا عاملاها على ايديا، دي من عند العطار لو هتجيبيها اسمها تحويجة الحلبة او تحويجة المفتقة او القرطاس. انا بجيبها بعملها في البيت. هي عبارة عن شمر وينسون وكراوية، بشوحهم على النار، بديهم تحميصة صغيرة وبطحنهم وباخد منهم معلقتين. طبعا كل ده هيبقى مكتوب في صندوق الوصف. ومعايا نص ليمونة، معلقتين كبار دقيق، معلقتين مغات، وممكن استبدالهم بالحلبة المحوجة اللي بنعملوها مشروب في الشتاء. ومعايا نص كوباية زيت يكون نوع نضيف، ومعايا ذرة ملح. دلوقتي جبت العسل وهنزل عليه بالحلبة المطحونة، بصفيها كده بمصفى او اي حاجة عندك ناعمة تصفيها بيها، خرامها ناعمة يعني، عشان احنا مش عايزين غير البودر بتاعها بس. قلبتهم وعليهم كمان حبة البركة المطحونة وخلطتهم كويس جدا مع العسل، وهسيبهم كده يتخمروا مع بعض يعني عقبال ما احضر بقية الحاجة. دلوقتي جبت بقى حلة على البوتاجاز، حطها على النار متوسطة، يستحسن تكون ألمونيوم عشان تستحمل حرارة العسل. بقلب بقى فيها الدقيق مع الزيت، الزيت أول ما سخن شوية نزلت بالدقيق، ودلوقتي نزلت بالمغات، وهقلب بقى كويس اكني بعمل بشاميل بالظبط. اول بقى ما يختلطوا كده مع بعض وتحمصوا وعطوني ريحة حلوة، هنزل عليهم بالسمسم زي ما انتوا شايفين كده. ابقى اخليهم بس يعني ياخدوا ريحة حلوة كده او تحميصة حلوة. بنزل عليهم بالسمسم وبقلبه بردك كده وبحمصه معاهم. الروايح بقى في المراحل اللي على البوتاجاز دي بتبقى فظيعة قوي، بدايتها بريحة السمسم. دلوقتي بصوا بقى العسل ابتدى يتخمر كده مع الحلبة، انا سايباه على جنب كده لحد ما يجي وقته. دلوقتي بقى ضفت السوداني على السمسم، ودي التحويجة او التوابل اللي انا حمرتها مع بعض وطحنتها، شمر وينسون وكراوية. خدت منهم معلقتين، هنزل بمعلقة دلوقتي قبل ما انزل العسل. الريحة هنا فظيعة، وانا بعملها كنت شم ريحة بجد جميلة جدا. ولسه بقى لما انزل العسل لكم ان تتخيلوا الريحة بقى في المرحلة دي، كمان لما احط عليها معلقة التوابل الاخيرة، تحفة تحفة بجد. بقلب بقى كده بالمضرب عشان اي دقيق او مغات ما يتكتلش من تحت، اكني بعمل بشاميل بالظبط. هي يعني ايه، بس عسل بدل اللبن. زي ما انتوا شايفين كده على نار متوسطة بقلبها. وفي الوقت ده شلت المضرب وهستخدم المعلقة عادي، معلقة خشب افضل حاجة عشان بيبقى درجة حرارته عالية. فعشان ما توصلكيش درجة الحرارة ويعني يعني توصل لايديكي، فالمعلقة الخشب افضل حاجة. قلبي بقى كويس كده لحد ما تعلى كده معاكي وتبتدي تغلي. بقول لكم ان انتوا تعملوها في حلة اكبر من الكمية اللي انتوا هتعملوها، اكبر من كمية العسل عشان بتفل فوق. اول ما تاخد غلوة حطيت عليها ذرة الملح زي ما انتوا شفتوا، ذرة ملح صغيرة جدا. وذرة الملح دي بتعادل لي يعني التسكيرة بتاعت السكر، بتديني طعم حلو ليها قوي. وعلى فكرة الطريقة دي انا مجرباها كذا مرة وجميلة جدا، يعني ما فيهاش اي حاجة. ذرة الملح او عصرة الليمونة ما بتعملش اي حاجة فيها، ما بتأثرش عليها باي حاجة، بل بالعكس ان هي بتزودها حلاوة. دلوقتي انا عصرت الليمونة عشان تعقد لي العسل وما يسكرش مني.
الليمونه الاخرانيه دي، يعني في ناس بتحطها وفي ناس لا، بس هي انا بعصرها ما بتاثرش فيها باي طعم، بالعكس بتخلي الحلبه معاكي لحد اخر حاجه في العلبه، يعني جميله وما بتسكرش ولا اي حاجه خالص. تمام، بتقعد العسل والتقيل وكده بتبقى جميله. دلوقتي بقى بعد ما عصرت الليمونه، اول ما خدت غلوتين 3 كده وابتدت تتقل، عصرت الليمون وخليتها بعد ما عصرت الليمون تتقل تاني على النار بردك، ما طفتش النار. تمام، اول بقى ما تتقل معايا وتعمل البكبكه دي وتتقل على المعلقه والسمسم يلزق على المعلقه ما ينزلش عليها على طول، بطفي عليها واخليها تبرد بقى كده لحد ما يعني ايه اقدر ان انا امسك الحله من غير ماسك او قماشه يعني او فوطه. دلوقتي بقى جبت العلبة اللي انا هنزلها فيها، علبة تلاجة او علبة اللي هي الشفاف ده اللي بتجيب من عند مستلزمات الاكياس والاطباق الفل وكده. جبت بقى العلبة دي هبتدي ان انا انزل فيها. دلوقتي بحاول ان انا امسك اقلبها كده بالحلة، بس طبعا تقيلة قوي لان هي حوالي دلوقتي عملت بتاع 1.5 كيلو او اكتر كمان، لاني طبعا هو كيلو عسل بالاضافات اللي ضفناها فاكيد زاد، فما قدرتش. جبت بقى المعلقة عادي وبعد كده قدمتها بقى في الاطباق، يعني غرفتها كده في الاطباق. ما شاء الله عملت كمية كويسة جدا، عملت العلبتين، علبة كبيرة وعلبة صغيرة. ريحة وطعم وكمية بجد جميلة جدا، بنحبها جدا في الشتاء. وطبعا في السندوتشات للمدرسة، الأول كنا بياخدوها في المدرسة، دلوقتي بقى طبعا على راحتهم ممكن ياكلوها بالليل. الأطفال مغذية جدا، اللي عنده نحافة أو اللي عنده أنيميا على فكرة كويسة جدا، مغذية جدا يعني. دلوقتي هجربها لكم كمان في السندوتش، هتعجبكم جدا. في السندوتشات الفينو دي بتبقى جميلة ومغذية. بصوا بقى يعني كده وهي لسه دافية، لما تقعد كل ما تقعد كل ما تدفى اكتر. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، واتمنى اكون خفيفة عليكم والفيديو ما يكونش طويل عليكم، وجربوها وتقولوا رأيكم، وشجعوني بقى كده بلايك حلو وبكومنت حلو. ولو اول مرة بتشوفوني اوعوا تنسوا تشتركوا في قناتي. تمام، اقول لكم بقى دلوقتي اشوفكم فيديو جديد. باي باي، متنسوش اللايك.